مشاهدينا الكرام، حياكم الله ورجعنا لكم مرة ثانية بعد هذا التقرير، وانضم لنا ضيفنا الثاني، ويعني يمكن المكان زينب مليء بالروائح الزكية. طبعا الريحة ما شاء الله بدأت تفوح من العطور، واكيد البركة بموهبتنا الشبابية اللي موجود معنا اليوم. نحن نرحب فيك، ويعني ما ادري ايش اقول لك بالنسبة حق هالعطور الصراحة. هو معنا الاخ خالد الاحمد من طرفة للعطور. نبي بالبداية نعرف يعني شلون جتك الفكرة، وهل أنت يعني عندك من زمان هالاهتمامات هذه؟ شوف، السلام عليكم. أول شيء أشكركم على الاستضافة هذه وأشكر المشاهدين بعد. هي بداية الفكرة كانت أنا يعني من زمان أحب شغل تركيب العطور، فبعد ما تكبر يعني تغيب عنك الفكرة وترجع مرة ثانية. يعني أحب العطور، أشتري عطور. دائما كنت ألاحظ أن العطور خفيفة، يعني غير انك لما يرش لك التستر غير، تلاحظ لما ترش العطر غير. يعني يرش لك التستر تروح البيت وهي لحين فيها الريحه. تشتري عطر اصلي لا، ما يقعد ساعتين ثلاث. العطورات الفرنسيه تقعد. اي لا، مو كلها. والحين خصوصا يعني بعد كل شوي قام يخففونها، مو مثل زمان اول. زمان اول صدق تشتري عطر يقعد شهرين، الحين كلش ما يقعد. لان دائما ترشه من عنده عشان شنو؟ دائما تكون الريحه مبينه، خصوصا اسعار غاليه وكذي. جتني فكره تركيب المثبت، كانت معاي المدام زوجتي، هي اختصاصيه تركيب ادويه بوزاره الصحه. فشفنا ان من تركيبه العطر الاصلي نفسه في ماده تنضاف على العطور عشان يكون شنو؟ يعطي درجه قوه. قمت اشتري الماده هذه، كنت لما اشتريها تكون صايره نفس الجل. اشتريها، شافتها هيك، حاولت انها مثلا تخففها كذا مره عشان تقدر تمزجها مع الزيت ومع الكحول. جربنا مره مرتين بدون العطر الاصلي، ما لها تفاعل. لازم ترش العطر الاصلي اول وترش فوق المثبت عشان يقوم يتفاعل معه. يعني انت صار في تجارب قبل ما. اي تجارب، يمكن قعدنا سنه. الفكره يعني المثبت يكون منفصل عن العطر الاصلي. اي يعني انت الحين مثلا لما تروح اي مكان هنا بالكويت تشتري عطر اصلي، تشتري وتاخذ من عندي المثبت. انزين، المثبت مثل ما انت شايف، بس المثبت ما تقدر تستخدمه على عطر واحد، لان كل عطر له مثبت بروحه، يعني طريقته وزيته يختلف ونسبته تختلف. يعني احنا نعرف ان المثبت يستخدمونه مع البخور. اي هذه كانت هي الفكره يعني انت لما تبخرين، انزين، لما تبخرين باي بخور بدون مثبت ما راح ينفعك. انزين، يعني تبخر دشداشتك وكذي ما راح يبين معك، اما لما ترشين عليه مثبت يبين. فكره المثبت العطور، اذا ما تاخذين العطر الاصلي وترشين فوق المثبت ما لهم اي تفاعل. يعني لازم انه يركب على شيء، في مواد معينه لازم تتفاعل مع بعضها، تختلف من عطر لآخر. يعني مثلا هذا مثبت توم فورد نوار او يسمونه نواخ. عرفت؟ هذا ما تقدر مثلا ترشين على توم فورد بلاك اوركيد، راح تختلف معك الا على عطره الاصلي نفسه. مثلا عندك الجوتشي اوريجينال يسمونه جوتشي بخور، او الجوتشي بلو الرجالي. الجوتشي شايف انواعهم، كل نوع عندي له مثبت، اي ماركه تلقى لها مثبت عندي. يعني تستخدم جزء من العطر الاصلي من الماده الخام الاصليه مالت العطر، استخدمها مع التركيبه مالتي. حلو. وزين، شلون يعني مثل هالفكره هذه شلون بديت تسوقها؟ اسوقها، اول ما سوقتها طبعا كانت بالفيسبوك، واول من استخدمها كانوا الفنانين. هذه دعايه لك حلوه. اي يعني الدعم كان بدايته من مشعل الشايع، من هند البلوشي، من المصور احمد ملا حسين، من عرض زياء خالد. هذول يستخدمونها الاكثر شيء مثبت. ليش؟ لان انت عارف تصويرهم المده، فما يقدر كل شوي يروح مثلا سياته ويروح مكان يرش ويرجع، عمل بالحركه والحركه. انزين، هذا كان بدايه الدعم لي بالنسبه للفنانين، هم دعموني اول شيء. بعدين توجهت من المثبتات للخلطات. طبعا اول واحد اعطاني فكره الخلطات اللي هو كان مشعل الشايع. قال لي دام انك انت مختص، طبعا هو كلمني انا وكلم شريكنا او مدير التسويق وائل. انزين، قال دامكم مختصين ابي تركيبه عطر تسووا لي اياهم.
باسمه، يكون جديدة. باسمه. اي يكون باسمه، عطر خاص باسمه. قلنا سوينا، طبعا هو اعطانا انواع العطور اللي يحبها، قلنا نخلط بين هذا وهذا، اعطيناه 7 انواع. 7 انواع، قام عاد هو يختار بين هذا وبين هذا. احنا اشممكم عطره. يعني هم 7 عطورات بالخلطه، ولا انت سويت له 7 خلطات؟ 7 خلطات اختار واحدة بالنسبه منهم. للعطور اللي هو اختارهم. هذا هند بلوش على ما نطلع المشعل. هذا عطر هند البلوشي، نوجه له تحيه، ده قاعد تابعنا. عندنا احنا زينب الخبيره، انا ما اعرف العطور. ما شاء الله. يعني جميل. يعني انا ذكر واحنا صغار نخلط عطوراتنا كذا، يعني إيه. اخر شيء تطلع الريحه يعني ننزف اخر شيء على إيه، خلصنا العطورات وخربناها. لازم يكون له اساس الخلطه، مو اي واحد يقدر يخلط. طبعا العطورات لازم لها اساس، انه يكون مثلا واحد عنده خبرات سابقه. طبعا الواحد ما تجي الخبره، اكيد يجرب يعني مره ومره، مرات تفشل، مرات تنجح. زين، بالنسبه لهذا يعني مشعل الشايع عطره، بس انا يعني والي يقول تسوي لا. عطر مثلا على الطلب، مثلا واحد يعني مثل إيه، بالنسبة اذا شخص عادي يالك مثل مشعل، غير مشعل مثلا، غير مشعل، يعني تسوي له مثلا حق الاعراس. يعني مثلا عروس او معرس يبي باسمه وباسم زوجته. اي نسوي لهم خلطات. مثلا الحين عيد ميلاد مثلا نقول ماجد، احنا بنسوي له هديه عطر، تسوي له خلطه خاصه فيه؟ نسوي له، بس احنا تفرق معانا شنو؟ شركه الطباعه الاستيكرات ما تطبع لك مثلا 10 استيكرات، تطبع لك مثلا لا يقل عن 1000 استيكر. هذا يعني احنا شنو سوينا؟ سوينا ما يقارب مثلا 60 عطر، خلطات وكذي مع البوكس مالهم وكذي، بمبلغ مثلا 200. طبعا في ناس يقول لك 200 غالي، بس هذا عرس انت راح توزع فيه هدايا. زين، طلعنا بطلعات. اول خلطه سويناها اللي هي خلطه طرفه. زين، الاسم يعني في له دلاله معينه طرفه؟ اي الاسم هو اسم زوجتي وشريكتي طرفه. ما شاء الله. انزين، هو مو هذا اللي يسمونه مثلا وراء كل رجل عظيم امراه. اي اكيد، نوجه لها تحيه. وهي يعني كانت يعني الدعم الاساسي وخبرتها بالتركيبات وكذي، فهي اعطتني دعم اساسي بالنسبه لخبرتها وبالنسبه مثلا للشغل. وهم مثلا وائل ما قصر، يعني هذا مكتوب عليه مشعل الشايع. اذا احنا نبي نسوي الحين عطر وياخذ نفس الاسم، اي مثلا معدتنا وفاء كرم، تبي تحط لها عطر باسم وفاء كرم. نسوي لها عطر باسم. اول شيء تختار اول شيء تقول مثلا شنو العطور اللي احبها. مثلا تقول لك كوكو شانيل، على مثلا لبيرلا، على عطر عربي، نوع من العطور العربيه. فاحنا راح نمزج، نرفع واحد وننزل 2 او كذي، لين بعدين نوريها تشوف شنو اكثر شيء يعجبها، تختار من عنده، وهذا يكون الخاص فيها. اذا بنتكلم عن تكلفه، ايش كثر ممكن يكلفها؟ قلت لك 60 عطر راح 60 يكلف عطر. تقريبا من 200 الى 250 على حسب المواد. جميل. طيب يعني ايش كثر تستغرق منك فكره انك انت تخلط عطر مع اي عطر؟ تقريبا الفكره تستغرق اسبوع على ما تشوفها هي. على ما هي يعني نسوي خلال اسبوع كذا نوع، ونشوف عاد شنو هي تختار، وهذا اللي راح نستقر عليه. تقريبا بعد 10 ايام يكون جاهز. ممكن الخلطه تكون من الفرنسيه والعربيه مع بعض، ولا لازم؟ اي يعني مثلا خلني اوريك مثلا بين الفرنسي والعربي، مثلا فواح بين الفرنسي والعربي. هذا مخلوط بين فرنسي وعربي. ايه فعلا تحس انه فيه نفس العود وفيه ايه فواح فعلا. ايه زين. في مثلا انت تحبين الفرنسي؟ انا احب العطورات الفرنسيه. زين. نحطهم فرقه عشان ما يختلطوا مع بعض. هذا عطر اللاعب فهد العنزي. فهد العنزي. حتى ريحته فاحت. اي زين. يعني هل اسامي المشاهير مثلا لاعب فهد العنزي ايش كثر تفيدك يعني بالتسويق؟ هو يفيدني كتسويق، ويفيدني دعمهم، يعني دعمهم لي. يعني مثلا كل الفنانين اللي عندي او كل المشاهير كان دعم. زين، يعني مو مثل ان احد يقول لك لا انت راح تنزل باسمي، خلنا نستغل الشيء هذا كماديا، تعطيني مثلا مبلغ
عشان تنزل باسمي. ويعني هذا البزنس يعني المتعارف عليه عالميا انه هو قاعد يسوي لك اعلان. بما انه يعني بالبدايه تشجيع حلو يعني يعني مثلا المشكله هذه صادفتني مره او مرتين. في اشخاص طلبوا مقابل. زين. وفي اشخاص يعني مثلا خالد بالصخر، يعني بالبرنامج اللي طاف على قناه سكوب، يعني اشكره نشر الرقم ودقوا عليهم الحين وكذي، والله شحالات عطري. يعني تعرف ان تستانس بالشيء هذا لما تلقى دعم من الاخوان. يعني ما يقصرون. مثلا فهد، مشعل الشاي، حمد البلوشي، عرض ازياء، خالد مال الله، محمد دغيشم، محمد الشعيبي، يعني ما قصروا صراحه. وتستخدم الحين طبعا اكثر الشباب يعني يستخدمون الانترنت، تستخدم انت بالتسويق عبر النت لمنتجاتك؟ هو التسويق كان هذا عطر خالد بالصخر. زين لانك انت تحب العربي. حلو. انا ما احب العربي كلش؟ حلو. زين. استخدمت النت، كانت بدايه الفيسبوك. انزين. وسويت سايت، والتسويق عندي عن طريق بلاك بيري، عن طريق الواتساب، عن طريق تويتر، فيسبوك، والموقع. شلون تستخدم؟ يعني تستخدم الصوره ولا يعني شلون يعني اوكي الشكل الرائحه ممكن تكون ما شاء الله كلهم متشابهين. بالنسبه للرائحه مثلا الحين انت اوكي كشكليا عجبوك العطور، مثلا كاحد المشاهدين يشوف ان العطور عجبته ويشوفكم انتم لانكم قاعد تتكلمون بصراحه. انا صراحه ما احب المجامله. عجبوك تقول شلون بشمهم؟ انت تدق علينا التليفون. زين. توصلك جنطه لباب بيتك، تدش الجنطه، اي شيء تختاره من هذول على 5 دنانير، سواء البخور، سواء الخلطات، سواء خلطات الفنانين، اي شيء تختاره ب5 دنانير. انزين. اذا كانوا جمع، في بعض الاحيان يتصلون يقول احنا عندنا جمع وكذي، فنرسل لهم مع المندوب تستر نفس كذي. انزين. يشمون. انزين. وبعدين كل واحده مثلا تقول ام فلان ابي كذا كذا كذا، ام فلان كذا كذا كذا، خلال ساعه يكون عندهم الاوردر. يعني مجرد ما يوصلني المندوب ويرجع ثاني مره يكون يوصل. يعني انا خدمه سريعه ما شاء الله. اي خدمه سريعه. يعني انا ما حطيت محل عشان شنو زياده التكاليف، وانت عارف ان الانسان مو فاضي، يداوم الصبح يرجع الظهر، يتغدى ينام. تعال تجيني مثلا باي منطقه، مثلا حول لي تبي تدشني وين توصلني بالزحمه، واذا وصلت وين تصفط. صح. انزين. فانت يعني ما في محل بس تستخدم؟ لا انا بالبيت. بالبيت استخدم طريقه التوصيل. طبعا انا من بدايه اللقاء للحين اقول لك انا يعني قاعد يدعموني زوجتي وقاعد يدعمني وائل. عرفت؟ وائل اللي هو مدير التسويق واللي قاعد يشتغل. زين. وزوجتي قاعد هم يعني انت تساعد احنا الثلاثه كجروب، فيما انه يعني على قولتهم يعني العموم مثلا يستخدم طرف العطور. والحمد لله تقريبا يعني انشهرنا، بس مو هذيك الشهره. يعني في ناس كثير الحين ما تعرف. فعلا هذه يعني طريقتكم بالبزنس، هذه حتى الطريقه بالدول الاوروبيه. بامريكا هم يعني ياخذون شوبينج اونلاين. احنا ما مثلا ما تحط مثلا الكينت عشان تشتري من الموقع، لا. يعني بالنسبه للمثبتات، المثبتات انت اصلا تعرف ريحتها لان من عندك العطر الاصلي. وبالنسبه للخلطات توصلك جنطه لباب بيتك تختار من عنده، وبعدين حتى اسعار رخيصه. بالنسبه للمثبتات 5 دنانير، بالنسبه للعطور 5 دنانير. زين. في عطور مثلا او خلطه، انا نتكلم عن الخلطه، في خلطه مثلا سويتها بعدين رديت مره ثانيه غيرت تركيبتها وغيرتها؟ لا ولا خلطه. ليش؟ لان الخلطات احنا اول ما نسويها نشمها احنا الثلاثه، الجروب هذا عجبتنا، في عندنا ناس مقربين من الاهل واصدقاء. انزين. ندز لهم الخلطات هذه كهدايا. طبعا احنا ما تطلع الخلطه من بيننا احنا الثلاثه الا توصل المرحله ان احنا العموم متفق عليها. بعدين نقوم نهدي نشوف رد الناس. طبعا الاغلبيه او 99% العموم يقول لك والله خوش خلطه وريحتها غريبه وكذي. في ناس يكون يعني حتى في شركات العطور عندهم ناس مختصين مختصين وذويقه. ذويقه يعني مثلا الاخت زينب ذويقه بالفرنسي. انت مثلا ذويق بالعربي. انزين. هي قالت لا انا ما احب، لا تحط لي عربي، بنشممها فرنسي. شممني فرنسي. هذا الحب اسرار. على الاغنيه ولا ما له شغل بالاغنيه؟ لا على الاغنيه. واحنا الاسماء عندنا مثلا زين. هذا الاسامي يعني صدق يمكن الاسم مرات يلفت نظر الزبون انه عشان الاسم. الاسامي اللي يختارها شلون تختار؟ حلو نحب اسرار يا جماعه. هي على كلمه. انزين. مثلا عطر رايق. انزين. واحد منهم طرش لي مسج من جروبنا كان يقول عطر حده رايق.
انزين طلع عليه سنة. مثلا الحب اسرار هذه كانت على ايام الاغنيه، الحب اسرار. مثلا الحب خالد، طبعا هذا اهداء المدام لي. باقي مثلا مولع، الزين، روح الورد، غرام، عود، فريش، مناي. احنا الحين يعني الوقت عندنا ضيق، انما نعطيك الفرصه انك انت تكلم المشاهدين، تسوق حق منتجاتك. يعني تكلم مع المشاهدين، تسوق. ما عرفت اني اتكلم مثلا بروحي كذا اقول. لا يعني كلمه اخيره يعني لك بنهايه الحوار، هذا اللي تبي تقوله. بالنسبه لخلطات طرف العطور، الكل شخص عندنا له ذوق، وبالنسبه للخلطات تشمل جميع الاذواق. يعني سواء اللي يحب الورد، ولا اللي يحب العود، ولا اللي يحب العنبر، ولا اللي يحب الفرنسي الخفيف، ولا الفرنسي الثقيل، خلطات جميعها ترضي جميع الأذواق. بالنسبة للخلطات الخاصة أو خلطات الفنانين، حتى البخور تقدر تستخدمه كرسمي، تقدر تستخدمه كطلعة، تستخدمه حق البيت، يعني شامل. وبعدين كسرة واحدة كافية تكفيك. يعني حتى الطريقة انزين انه ما في عسل، شوف ناشف، انزين فعلا ما في عسل، انزين وشمه وشوف ريحته، يعني مبينه مع انه بس بطلتها وصلت الريحه. لا شميه، عرفتي؟ يعني هذا البخور 3 تولات ونص، انزين يعني ب5 دنانير، ويقعد معك مده. كسره واحده كافتك، سواء البيت سواء كشختك. اخوي خالد الاحمد، احنا يمكن وصلنا معك الى نهايه حوارنا، بس الشباب بالكنترول طبعا البلاش الطمع شيء بالكنترول. هنا يسوي حق منتجاته ويبي يستفيد. بالعكس يعني موهبه شبابيه، بالعكس احنا نتمنى كل الشباب ياخذون حذوه. ويعني اذا في اي احد من الشباب عنده موهبه ما شاء الله كذي غريبه ومو موجوده من هوايد، بالعكس احنا نتمنى ونتشرف فيه داخل الاستديو، منها نتعرف على موهبته، ومنها ايضا يعني نحفز الشباب ان هم ياخذون حذوك. احنا شاكرين تواجدك معنا، وبصراحه انا صفيت العطور، بعدين في نقاش بيننا، راح اخذ الكرت موجود، في نقاش راح يصير بيننا ان شاء الله. اخوي خالد، احنا شاكرين لك ونتمنى لك التوفيق في مشروعك هذا. الله يسلمك ويطول بعمرك، مشكورين ما قصرتوا. يعطيك العافيه. احنا راح نطلع مشاهدينا فاصل صغير، وبعدها نرجع نكمل فقرات برنامجنا، خليكم معنا.